السلام عليكم يا أصدقائي يا حلوين يلي بتحبوا القصص الرومانسية واللي بيكون فيها مغامرات وتشويق وغموض. أنا شخصيا بحب النوع ده من القصص وهتلاقوه عندي في القناة هنا. أتمنى أن كنتوا تشتركوا عندي في القناة وتدعموها بلايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم اللي أنا بحبها جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ القصة بتاعتنا الجديدة. جويون، انت اتأخرتي ليه كده؟ تعالي هنا اقعدي جنبي. اكيد رجليكي وجعاكي عشان كنت بره بقالك فترة طويلة. انا عايزة اتكلم معاكي شوية. قوليلي بقى ايه اللي حصل النهاردة بالتفصيل واوعي تنسي اي حاجة. لو كنت بتسأليني عن معادي مع تاي بحب اقولك انه ما كانش كويس خالص. وعشان اكون صادقة معاكي الميعاد ما كانش ممتع نهائي. ليه كده؟ يا حرام. كده الوضع سيء. يا ترى ايه اللي حصل بقى معاكي؟ بالمناسبة صحيح، هو انت غيرتي هدومك ليه؟ هو انا قلتلك ان ليكي الحق انك تغيري هدومك بالشكل ده؟ هو انا اديتك الاذن؟ احنا كنا في الكافيه ووقعت مية على هدومي، عشان كده كان لازم اغيرها. خلاص يلا قوليلي بقى كل حاجة حصلت النهاردة. هو خدني لمحل ملابس هو اللي اختاره بنفسه لكن ما كانش ذوقي خالص. دي حاجة وحشة منه. اكيد الموظفين هناك ما كانوش عارفين يختاروا حاجة على ذوقك. لا، اللي اختار الملابس كان تاي مش الموظفين. بجد مش قادرة أمسك نفسي من الضحك. هو في العادة بيختار ملابس لأي بنت حسب ذوقي أنا في الملابس. أعتقد إن هو لسه مش قادر ينساني. جيون بتكلم نفسها. هي مالها ابتسامتها غريبة كده ليه وعندها رضا غريب عن اللي بيحصل؟ البنت دي مريضة. هو أنتي كنت عارفة الحاجات اللي بيحبها تاي؟ طبعا. إزاي معرفش الحاجات اللي بيحبها؟ يا حرام. واضح إن هو لسه مش قادر ينساني. انا مش قادره افهمك. انت ازاي عايزاني اكون مع تاي وهو بيحبك انت؟ هو انت هتكوني كويسه مع الوضع ده يعني؟ اكون مخطوبه لواحد بيحب اختي؟ انا مش مهتمه بالكلام ده خالص. حتى لو فضل تاي معجب بيا وعمال يلف حواليا عشان اكون معجبه بيه او احبه حتى، هيفضل بالنسبه لي راجل ممل بيعمل كل اللي انا بأمره بيه. عمري ما هكون معاه ابدا. واحد زي ده ما يستحقش ان انا ارمي حياتي عشانه. عشان كده دي وظيفتك انتي. لازم تكوني محبوبة بالنسبة له. خليه يقع في حبك. فهمتي ولا لأ؟ أنا عارفة إنك انتي هتقدري تلعبي عليه كويس. ودلوقتي روحي غرفتك عشان أنا زهقت منك. جيون بتكلم نفسها العيلة دي كلها مجنونة. أنا محتاجة إن أنا أسيب البيت ده في أسرع وقت ممكن. سيادة القائد، ما تقلقش إحنا هنعمل كل حاجة. جيون بتكلم نفسها. جي هو وصل الشغل بدري عشان يرتب الملفات اللي موجودة على مكتبه. كل الموظفين راحوا بسرعة عشان يساعدوه وقالوا له إنه ما يقلقش إن هم هيعملوا كل حاجة. لكن للأسف تجاهلهم وخلص كل حاجة بنفسه. لما شخص يقدم مساعدة من الأدب إنه يبتسم له ويشكره. لكن للأسف واضح إن لسه مشاعره جافة جدا. خلصت كل التقارير اللي قلتلك عليها؟ لسه بكتبها. تمام. لازم تروح وتخلصها حالا لأنها مهمة جدا. المدير بتاعنا الجديد أنا شايفة إن هو كويس جدا يا جيون. انتوا الاتنين اللي هناك اشتغلوا كويس وبطلوا كلام. مش قادرة أصدق إن هو واخد كل حاجة جد قوي كده. للأسف المظلة بتاعته لسه معايا، ما عنديش وقت إني أرجعها له. في الوقت اللي سابني فيه ومشي كان لازم أرجعها ولكن للأسف ما قدرتش. لكن دلوقتي أقدر أرجعها له لأني بشوفه دايما في الشغل. سيادة القائد، دي المظلة اللي أنا خدتها منك آخر مرة، أنا جاية عشان أرجعها. يا سيادة القائد، التقرير خلص سيادتك. تمام. ابعته على بريدي الإلكتروني. سيادة القائد، المظلة بتاعتك. سيادة الرئيس، ممكن تدينا رأيك هنا؟ هو ده جدول الأعمال. يا جماعة بعد إذنكم شوية. أنا أسفة جويون. كان لازم أقولك بدري، كنت مشغولة جدا عشان كنت نسيت. تعالي يلا خلينا ناكل مع بعض. مفيش مشكلة، أنا كنت عارفة إنك انتي مشغولة. ما تشغليش بالك. في النهاية ما جاش جي هو معانا عشان مشغول وعنده حاجات كتير لازم يخلصها. وللأسف لسه برضو مش عارفة أرجع له المظلة بتاعته. مش مهم. بصراحة الحفلة كويسة. لو كنت رجعت للبيت دلوقتي ليس يونج ما كانتش هتسيبني في حالي. بتكلم نفسها. هو المدير ده قاعد جنبي ليه؟ أنا حاسة إن هو غريب.
عشان القائد مش هنا، صرخ بصوت عالي وكأن مطعم اللحوم ده ملكه. الشراب ده طعمه مميز جدا. أنا متحمس قوي عشان بقى معانا عضوة جديدة لسه صغيرة وجميلة زيك وكمان قاعدة جنبي. أنا محتاج إني أقرب أكتر منك يا جيون. سيادة المدير، هو ممكن تغير مكانك وتخليني أقعد جنب جيون؟ المدير لازم يقعد وسط الموظفين. انتي لما أنا قلت عضوة جديدة معانا وصغيرة وجميلة، أنا كنت أقصد إن أنا قلقانة عليها وخايف أي راجل يقعد جنبها يضايقها، عشان كده اخترت إني أكون جنبها وأحميها من أي حد. أنا عارفة النوع ده من الأشخاص كويس. محتاج مني إني أكون مذلولة شوية وما أعملش أي مشكلة، وكل الكلام ده هيقف والدنيا هتمشي. صحيح، هو أنت عمرك قد إيه يا أنسة جيون؟ 26 سنة. أنت عارفة، لازم تقابلي راجل كويس وموهوب وتتجوزيه وأنت لسه صغيرة وحلوة كده. راجل متحرش شبه القلة. جيون، هو أنت عندك حبيب؟ جيون بتكلم نفسها. هو الخنزير ده بيفكر فيا ولا إيه؟ أول حفلة ليا وكمان قدام الموظفين، أعمل إيه دلوقتي وأخرج من الموقف ده إزاي؟ أعتقد إن المدير متجوز، وأظن إن عندك أطفال كمان. أنا؟ أبدا، ده أنا ما عنديش حبيبة حتى. إزاي؟ ده أنت حتى شخص طيب، إزاي ما عندكش حبيبة؟ أيوة، اشتغلي شوية. جيون، أنت عارفة، أنا كنت عايزة أقابل شابة حلوة زيك من زمان. جيون بتكلم نفسها. أنا لازم أصبر شوية لحد ما أشوف آخره إيه. جيون، تعالي خليني أقدم لك شراب حلو وخد الأمور ببساطة يعني. جيون بتكلم نفسها. أنا لو عملت مشكلة صغيرة في الشركة هتوصل للي سيونج ومش هخلص. أنا عارفة إن هو خنزير متحرش وما عنديش طريقة أوقف بيها اللي بيحصل. شكلي لازم أتحمل للآخر وهو بيعاملني زي الحيوانات كده. خليني أتخيل إن الشخص ده عامل زي التلفزيون القديم اللي عفى عليه الزمن. أنا هتجاهله، ودي حاجة بسيطة بالنسبة لي. أنا عدت عليا أمور أسوأ من كده. إيه اللي وقع عليا ده؟ أنا عارفة إن هو عمل كده بشكل متعمد الوقح. أنا آسف، أنا اللي غلطان. أنا همسح لك الشراب ده بنفسي، عشان كده ارفع رجليكي. لا، مفيش مشكلة، ما تتعبش نفسك، أنا همسحه بنفسي. بتكلم نفسها. الحياة اللي أنا عايشاها دلوقتي هي اللي دفعت أختي للانتحار. ممكن تبعد إيدك دي لو سمحت؟ أنا مش محتاجة إنك تساعدني في حاجة، وأتمنى إنك ما تلمسنيش بإيدك دي تاني أبدا، وأتمنى إنك أنت تحترم الموظفة اللي عندك وما تلمسش لبسها تاني. أنا بكره المسؤولين اللي زيك. أنت بتتكلمي عن إيه بالظبط؟ هو أنت اتجننتي؟ أنا كنت بساعدك بس، هو أنا عملت حاجة غلط؟ واحدة زيك لسه جديدة لازم تكون محترمة وتسمع كلام مديرها. سيادة المدير، ممكن بس تهدى شوية؟ مفيش فينا حد بيفكر بشكل سيء في المدير بتاعنا. أشوفك بكرة بقى يا جيون. العمل معاكي هيكون ممتع قوي في المستقبل. لو سمحت، هو الحساب كام؟ 300 وون يا سيدي. أنا أسفة، مش هيحصل كده مرة تانية. بس اللي أنا أعرفه إن الضحية كان إنتي، عشان كده الموضوع مش متعلق بيا دلوقتي. انتي لازم تسأليني عن العدالة، وإن المفروض أجيبلك حقك. أتمنى إنك انتي ما تحسيش بالحزن على اللي حصلك النهاردة. جيون بتكلم نفسها. المباني اللي بتفرج عليها من شباك العربية، والضوء الدافي اللي خارج من المصباح اللي في الشارع، والضوء البسيط اللي داخل جوه العربية المظلمة دي. اكتشفت وجه جيهو اللي كان مخبيه، وعرفت قد ايه هو لطيف ومراعي. ممكن بدل ما تقولي انك انتي اسفة، عايزة اسمعك تقوليلي شكرا؟ بتكلم نفسها. في الظلام ده صوته كان عبارة عن موجة لطيفة أثرت فيا بشكل جميل، خلاني أحس بالراحة لأول مرة. المظلة دي لازم أرجعها لك دلوقتي، وبشكرك جدا إنك انت اديتها لي في الوقت ده. هو انتي فضلتي شايلاها معاكي الوقت ده كله؟ بصراحة أيوة. انت مش عارف أنا عملت ايه عشان اديها لك دلوقتي. طول اليوم بحاول إني أرجعها لك ومش عارفة. سيادة القائد، لو عندك وقت يعني، ممكن تخلينا نروح مكان؟ محتاجة إن أنا أتخلص من التوتر اللي عندي. هكون سعيدة لو أنت وافقت. دي المرة الأولى اللي تطلبي مني حاجة فيها. بتقول إيه؟ أنا مسمعتش. لا لا، مفيش حاجة.
يا ترى تحبي تروحي فين؟ هو ده المكان اللي انتي كنت عايزاه؟ متأكدة انك هتكوني سعيدة هنا؟ ايه رأيك؟ واضح ان انا ضربتها كويس. شفت الكرة وهي بتطير؟ ايوه طبعا شفتها، انتي مدهشة جدا. بشكرك انك انت وافقت وجيت معايا بصراحة. لما بعمل حاجة بحرك فيها جسمي والعب بنسى كل الحاجات السيئة. هو انتي بتيجي هنا المكان ده كتير؟ ايوه، لكن بقالي فترة مش عارفة اجي هنا بسبب الشغل. طيب وانت اول مرة تيجي المكان ده صح؟ فعلا دي اول مرة اجي المكان زي ده. انا مش بحب الاماكن اللي زي دي، ولكن لما جيت معاكي انتي هنا اكتشفت ان الموضوع ممتع جدا. انت اكيد بتجاملني صح؟ لا صدقيني، ده مش قصدي خالص. سيادة القائد، انت عارف ان ممكن حد يفهمك غلط. ليه بتقولي كده؟ انا قصدي يعني انا فعلا بكلمك بجد. انا عايزة اقولك على حاجة. انا مهتم جدا بالانسة جيون. انت عارفة، انا جيت منزل الرئيس عشانك انتي لانك كنت في ورطة. غير كده كنت مفتقدك جدا. وجيت الشركة اللي انت فيها واشتغلت وبقيت القائد عشان اكون معاكي. وعارفة انا هنا معاكي ليه؟ عشان كنت عايزة اشوفك واقرب منك واركز في ملامحك الجميلة دي. معلش، هو انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ انا مش بهزر، انا كل كلامي جد. انا مهتم بيكي جدا. طيب ممكن تنسي كل اللي انا قلته وركزي في اللي هقوله دلوقتي؟ انا معجب بيكي جدا. كل حاجة فيكي عجباني. جيون بتكلم نفسها. انا للحظة مش عارفة اقول اي حاجة. حاسة بدوخة. انا حاسة ان جي هو قريب مني قوي. وفي نفس الوقت حاسة ان في حاجة وقعت على دماغي. اكيد طبعا. لازم تكون في حاجة وقعت على دماغي. انا مش فاهمة حاجة. انا افتكرت دلوقتي الموقف اللي كان بينا زمان، انا وانت تقابلنا من 4 سنين وما شفناش بعض من وقت الحادثة الغريبة اللي حصلت في المدرسة. انا مش عارفة انت بتعمل ايه دلوقتي. على فكرة انا مش هقدر اشرح لك اكتر من كده. ممكن يكون اللي حصل خلاكي تفكري فيا بشكل قليل، ولكن الموضوع بالنسبة لي ما كانش بسيط. انا كنت بفكر فيكي دايما والفترة طويلة جدا. جيون بتكلم نفسها. تعبيره كان حزين، حسيت انه بيقطع في قلبي. انا هصدقك، او هحاول يعني ان انا اصدق. انا مش عارفة انت بتحبيني ليه. مش قادرة اصدق خالص، بس بما انك انت عملت كل حاجة عشاني، اتمنى ان موضوع انك بتحبيني ده تخليه سر. مش عايزة حد يعرف انك انت بتحبني. تمام. مع ان الوضع كده مش هيكون عاجبني، بس اكيد انت عندك اسبابك الخاصة. يا ترى هتقوليلي عليها في يوم من الايام؟ انا هضطر ان انا امشي دلوقتي، ومفيش مشكلة لو موصلتنيش بالعربية بتاعتك، انا هركب اتوبيس. تمام. اشوفك بكرة يا انسة جيون. جيون بتكلم نفسها. ايه اللي خلاه يجي ورايا؟ هو انا مش قلتله مش عايزة حد يعرف انه بيحبني؟ انا خايفة ان لي سيونج تشوفه. انا عندي مشكلة دلوقتي. جي هو مش راضي يخرج من راسي. طبعا واضح ان انتي معجبة بيه. تكدبي على نفسك ولا ايه؟ مين اللي بعتلي الرسالة دلوقتي؟ اخبارك ايه يا انسة جيون؟ يا ترى عندك وقت نتكلم؟ طاي الغبي. هو في حاجة حصلت يا طاي؟ اتمنى اننا نتقابل ونتكلم. انا متأسف جدا على اللي حصل بينا المرة اللي فاتت. جيون بتفتكر لما جي هو قال لها ان هو معجب بيها جدا. هشوف اذا كان عندي وقت وابلغك. مش كويس خالص ان احدد ميعاد مع تاي وجي هو لسه معترف بحبه ليا. ده مش هيكون مناسب لقلبه اللطيف. طول الطريق وانا مش قادرة اخرج جي هو من عقلي. اول ما رجعت البيت وزي ما هو الحال دايما كان لازم ابلغ لسيونج بكل حاجة حصلت. وطبعا ما جبتش سيرة جي هو. بتكلم نفسها. ده انا لو اتكلمت عن جي هو البيت ده كله هيتقلب على بعضه. يا ترى جي هو بتفكر فيا دلوقتي ولا لأ؟ يا ترى هعامله ازاي بعد كده؟ وارد عليه اقول له ليه؟ انا لازم اوقف تفكير، انا مش قادرة، راسي هتنفجر. هحاول افتح مذكرات اختي واقرا فيها شوية. مش قادرة اصدق ايه اللي هي كاتباه ده. ليه اختي عايزة تموت؟ اهدي يا جيون. انا لازم افكر كويس.
هي المواعدة والحب هتخليكي سعيدة؟ هو أنا جيت البيت ده عشان أنسى اللي حصل لأختي؟ سيد تاي، خلينا نتقابل. لو سمعت لي سيونج إن أنا رفضت عرض تاي معرفش ممكن تعمل فيا إيه، عشان كده ده الحل الأفضل دلوقتي. المكياج فظيع، والزي بشع، وأسلوب الشعر مقرف. كل الحاجات اللي اختارتها لسيونج مش عجباني ومش ذوقي. هو ده مكان البيتزا اللي أنا بحبه جدا. لو كنت سبت تاي هو اللي يختار كان هيخلينا نروح كافيه غالي، عشان كده أنا اللي اخترت المكان المرة دي. دلوقتي الساعة 5:30 والميعاد الساعة 6. أظن إن أنا لسه عندي وقت. أخبارك إيه يا أختي؟ وحشتيني جدا. جيون، أخبارك إيه؟ بقالك فترة كبيرة مشوفتكيش، انت فين يا بنتي؟ صحيح، أسلوبك في اللبس النهاردة مختلف تماما عن اللي انت بتلبسيه. ما هو أنا جيت هنا عشان كده. أنا هقابل شخص دلوقتي وعارفة إنك أكتر واحدة بتعرفي تختاري لي ملابس. تعرفي تحوليني بالكامل. سيد تاي، أخبارك إيه؟ واضح إنك انت جيت بسرعة. يلا خلينا ندخل. جيون، انتي عاملة إيه؟ مكان البيتزا كان زحمة، كان مليان بالشباب وصوت الموسيقى كان عالي جدا، والأطفال كانوا عاملين مشاكل وبيصوتوا بصوت عالي. ومن بينهم تاي كان قاعد وحيد كأنه بعيد تماما. أكيد فاكر إن هو في كوكب مختلف دلوقتي. أنا عارفة شعوره ده والله. أنسة جيون، هو أنت لسه زعلانة مني؟ بتكلم نفسها. هو ماله خجول قدامي كده ليه؟ أنا فعلا كنت زعلانة منك، لكن دلوقتي خلاص. أنا بس بخليك تعرف شخصيتي الحقيقية مش أكتر.